السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مفرش شبه طبعا اللي عملناه الحلقة اللي فاتت. ليه بس اللي هيكون لترابيزة الانتريه. تمام. فاحنا طبعا معانا نفس القماشة، لكن انا هغير في الجبير اللي احنا حطيناه على الطرف، وجبت ده. انا هخليه المرة دي ايه يعني مدندش شوية. لان انا عرفت برضو ان يعني في يعني طالع موضة اليومين دول. حاجات زي كده بتبقى محطوطة على الكوشن او الحاجات دي. فانا قلت ايه اغير شوية واخلي ده مدندش شوية عن مفرش السفرة. ويلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا عندي السفرة بتاعت او ترابيزة الانتريه عندي مستطيلة. فانا هعمل المفرش مربع عشان هفرشه بالورب كده، فهيدي شكل سبعة او اللي هي الزاويتين اللي بيبقوا نازلين من على الاطراف. لو حابة تعمليه دايرة او بيضاوي تمام، مفيش اي مشاكل. فانا هقص دلوقتي، هقصه مربع. هشوف عرضها قد ايه عشان يبقى العرض قد الطول. طبعا انا اتبقى معايا قماشه من القماشه اللي فاتت، فعشان كده شفت العرض اللي معايا وخدت زيه وعملتها مثلث و... وقست الايه المربع اللي انا عايزاه. تمام كده. فهنيجي طبعا دلوقتي نجيب الشريط الحلو بتاعنا ده ونبدأ نخيطه على الطرف برضو. عيد بقى فجبت حاجة مدندشة شوية بس. طبعا ايه هنيجي دلوقتي بقى على المكنة. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد طبعا هننضف القماشة وهنتنيها التانية في تانية عشان ننضف القماشة. بس عايزينها المرة دي اصغر شوية من المفرش بتاع المرة اللي فاتت، عشان الشريط اللي انا هحطه تل. فمش عايزة تبقى وهو المفرش نفسه اصلا القماشة نفسها صغيرة مش كبيرة زي مفرش السفرة. كده تمام. خلصنا ان احنا ننضف القماشة. كده المفرش جاهز معانا ان احنا نركب الشريط اللي جايبينه. دلوقتي طبعا احنا هنخيط على ده حرف الشريط ده. هو رفيع جدا وانا كان المفروض اخد بالي في الموضوع ده، في النقطة دي يعني، بس انا مخدتش بالي خالص. يعني انا عجبني الشريط وجبته يعني. فالمفروض ان احنا ادام هنركب حاجة، هنركب شريط او جبير او كده في قماشة، يبقى المفروض الحتة اللي هي الطرف اللي احنا هنخيطه في القماشة يبقى اعرض من كده شوية، زي مثلا الجبير اللي ركبناه في مفرش السفرة. فانا دلوقتي هسيب مقدار 2 سنتي من تحت، يعني من القماشة اهي 2 سنتي، وهخيط على مسافة 2 سنتي زي ما انتم شايفين معايا كده. يبقى الجزء اللي من ورا ده 2 سنتي بس. انا همشي بالظبط على الخط الرفيع ده. شايفين بدايته عاملة ازاي؟ رفيعة جدا يعني. ان شاء الله تظبط معايا. انا متخيلة بصراحة شكله هيبقى جميل جدا، عشان عاجبني الشريط جدا. بسم الله. حاليا يعني في الموقف اللي انا فيه ده، المفروض ان انا ابقى عاملة الابرة على وضع ان هي لما تقف تبقى جوه في القماش، عشان الترتر اللي بيدخل تحت المكنة وانا ماشية عارف احركه.
دلوقتي هنيجي عند الزاوية. فاحنا هنعمل ايه؟ دلوقتي الشريط عريض، تمام. فاحنا ممكن يا نقصه، يعني ممكن لو حابة تقصيه، بس هنقص طبعا ازيد هنا شوية عشان نتني الحتة دي كده تحت، تمام، فالحرف ما يبانش. او ان احنا نعمل برضو هنعمل مثلث كده برضو زي المرة اللي فاتت، بس ايه، هنتنيه كمان تانية، يعني مش دي بس، لا هنتنيه كمان تانية كده. وبعدين نجيب ده كده على جنب. هي متهيألي كده هتبقى كتير، يعني عشان الترتر الكتير ده، فالأحسن ان احنا ايه، نقصها. الترتر ده عامل أزمة بصراحة في الخياطة، بس هو شكله جميل يعني. الدواير، بصوا الدواير نفسها بتاعة الترتر جواها كمان حاجات كده بتلمع، فجميل قوي بصراحة، كأنه يعني جواه دايرتين كده. فانا نسيت اقول لكم ان هو برضو ده من الموسكي برضو، بس انا ما جبتش طوب، ده كان المتر ب10، المتر الواحد ب10، ما جبتش طوب منه يعني، على اساس ان انا كنت هجيبه ايه، اجربه. اتنيها بقى لجوه اهي، وخيط عادي. اهي شكلها حلو برضو. فاحنا هنعمل بقى، هنبدأ طرف جديد، وهنتني برضو جزء كده لجوه سنتي مثلا، عشان الحرف، هو الحرف حلو على فكرة، ما فيهوش حاجة يعني زي الحرف بتاع الديل يعني. بس فهنعمل كده ونحطه هنا كده، ونبدأ نخيط الطرف الجديد. انا دلوقتي هبدأ الطرف التاني، مش من الخياطة دي، من عند اول الشريط، لا انا هدخل جوه شوية كأني ببدأ من اول القماشة، عشان ما يبقاش في فرق كبير قوي، يعني ما تبقاش الزاوية كبيرة قوي ما بين، بصوا كده يبقى في فرق زاوية قايمة كده كبيرة ما بين الشريطين، فانا مش عايزة كده بصراحة، لان انا اصلا كنت هعملها مثلث زي ما انا قلت لكم في الاول، بس كببت كده مع بعضها، مبقاش شكلها حلو، فانا هحطها كده، تمام. فيبقى كده الايه، المسافة صغرت شوية اهو، وامشي برضو على نفس المسافة اللي هي الايه، ال2 سنتي. بس ادبس كده اهي. تمام كده، خلصنا المفرش. يلا بينا نشوفه على الترابيزة، وهنشوف حاجة تمام كمان كده، ايه هنشوف هتنفع ولا لا، يعني مع بعض. شايفين بقى معايا عامل ازاي؟ هجيبه لكم من بعيد اهو المفرش. بصراحة يعني هو الكاميرا ظلماه بجد، يعني طلع جميل جدا. شايفين شكل التل مع الترتر تحفة، مديله بهجة كده يعني.
انا عندي اغلب يعني زي ما انتم شايفين الترابيزه طبعا بني والسجاده غامقه، وبرده الانتريه عندي غامق. فعشان كده انا حبيت ان انا آه يعني اعمل حاجه مفرقعه شويه. احنا ممكن بقى نحط الفازه ده. شايفين شكله خطير بجد، يعني انا فرحانه بيه جدا بصراحه. هو بقى عايز يتكوي طبعا عشان القماشه يعني كرمشه، عشان الشكل يبقى احلى. فدلوقتي انا كنت هعمل ايه؟ آه كنت هجيب برضو نفس بس هو الظاهر كده مش محتاج يعني. زي ما عملنا في المفرش بتاع السفرة المرة اللي فاتت، ان انا عملت ورد في النص وحطيت الفازة جوه الايه، جوه الورد اللي انا عملته في نص المفرش. فانا كنت برضو عايزة اعمل كده، ان انا برضو من نفس الشريط، بس ما كنتش هعمل دايرة، انا كنت هعمل مربع برضو. تمام، بحيث ان هو لما يتحط بنفس الوردة دي يدي ايه، يدي الشكل اللي هو السبعة ده، اللي هو بيبقى بزاوية. فانا لو حطيت كده مش عارفة بقى، حاسة ان هو ممكن يكون مثلا اوفر، بس استنى اظبطهولكوا كده بالدبابيس ونشوف مع بعض. شايفين شكل المفرش بعد ما حطيت مربع زيادة في النص زي مفرش السفرة؟ مش عارفة، حسيته قلب مفرش سواريه كده. مش عارفة. عموما انتوا قولولي بقى رأيكم في التعليقات. شكل المربع اللي جوه الداخلي ده حلو برضو ولا كده اوفر؟ انا عموما هخليه حاليا بال زي ما هو بالشريط الاولاني اللي احنا عملناه مع بعض. ومن هنا بقى معلش هتقلبوا التليفون عشان تشوفوا الصورة كويس، عشان انا اتلخبطت في التصوير وصورت الصورة بزاوية تانية. فعايزاكم تقولولي بقى رأيكم في انهي فازة احطها، والورد هل الملون ولا الاوف وايت السادة؟ انهي هيكون احلى. وطبعا انا طبعا لما لقيت المفرش جميل كده، فجربت ان انا احطه على الانتريه، وفعلا طلع شكله جميل. فعايزاكم برضو تقولوا لي رايكم. زي ما انتوا شايفين كده، مره حطيته في النص ومره على الجنب، كان شكله حلو في الوضعين يعني. يعني ايه رايكم، اخلي الشريط اللي في المربع ده المربع الداخلي، ولا اشيله هيبقى اهدى شويه، لان هو كده كده اصلا يعني الترتر عامل شغل لوحده يعني. بس واشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو عجبكم محتوى القناة وتقولوا لي رأيكم في المفرش الجميل ده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.